المنظومة الرياضية في مصر غير مؤهلة انك تكون متعصب لأي حد اصلا، او تكون متعصب للرياضة في العموم. احنا عندنا اسوأ وافشل منظومة رياضية في العالم. الناس اللي عندهم تطور استثنائي وعندهم منظومة رياضية ناجحة بشكل بشع وعندهم كرة ممتعة وعندهم اليهود ما بيعملوش ربع اللي احنا بنعملوه. مفيش داعي ان انت تشتم لعيب، مفيش داعي ان انت تشتم ادارة، مش عشان حد، عشانك انت. مفيش داعي ان انت تتعصب ويجيلك ذبحه صدريه عشان خاطر اهلي او زمالك. مفيش داعي انك تطلق مراتك علشان اهلي او زمالك. مفيش حاجه في الرياضه اسمها كده. الرياضه ما فيهاش حاجه اسمها كده. ترفيهيه، حاجه للضحك والهزار، ننكش بعض، نحفل على بعض. انا اول واحد بطلع احفل على الزمالك كاهلاوي، وفي زملكاويه كتير بيطلعوا يحفلوا عليا لما بخسر، بس عادي، شيء ترفيهي، بنضحك وبنهزر مع بعض. انما ان احنا ناخدها في حياتنا ان هي تكون سبب ان احنا نخش جنة او نخش نار، دي كارثة. خاصة للمرة المليون ان احنا ما عندناش منظومة رياضية ولا عندنا كورة. يعني انت بتتفرج على الكورة في اوروبا وبتتفرج على الدوري المصري او على الكورة في مصر او في افريقيا، فرق الجنة والنار فعلا. يعني الناس دي بتلعب كورة واحنا بنلعب حاجة من كوكب تاني. ومفيش لعيب عندنا يستاهل انك تشيل ذنب عشانه، او يجي يوم القيامه قدام ربنا وياخد من حسناتك ويديك من سيئاته علشان انت شتمته او شتمت امه وهتكت عرضه ايا كان. جماعه، دي النقطه الاولى ودي النقطه المهمه بالنسبه لي.